بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية. كأس العالم، كأس العالم. هل كأس العالم لميسي؟ هل كأس العالم للأرجنتين؟ الإجابة: النهائي بين فرنسا والأرجنتين. كأس العالم لميسي. المغرب عملت إنجاز، قفلت كرة القدم على كل الفرق العربية. طموح ما بعده طموح، تحقيق لحلم، ثالث أو رابع مش فارقة، إن منتخب عربي في المربع الذهبي لكأس العالم، ولا 100 سنة قدام عشان فرقة عربية تصل لهذا الإنجاز. أمس توقعت هزيمة المغرب، مش بهدفين، كنت متوقع ب3 أهداف، ودي ليها أسباب كبيرة جدا جدا للي فاهم كرة قدم كويس، ولكن لا مجال. المغرب إنجاز ما بعده إنجاز، لا وقت للوم، لا وقت للأخطاء، لا وقت لأي شيء غير إن هم شرفوا الكرة العربية، شرفوا العالم، أصبحوا فعلا منتخب في مكان، وكل المنتخبات العربية في مكان آخر. وكلامي هنا لاتحاد الكرة المصري، بل للمسؤولين عن الكرة المصرية، رجاء لازم نعمل انفجار، لازم نعمل هدم لجميع وكل ما هو يخص كرة القدم المصرية. الآن آن الأوان، آن الأوان، مش هنخترع العجلة، آن الأوان استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالة وزارة الشباب والرياضة. لابد من تعيين شخصيات فاهمة للرياضة وفاهمة في كرة القدم. التجربة أمامنا، مجموعة من المسؤولين يتم انتخابهم بطريقة صح وعلى أعلى مستوى، وياخدوا نفسهم ويروحوا المغرب، يعيشوا التجربة المغربية، يشوفوا الناس دي عملت ايه، ووصلوا كده ازاي، وكونوا منتخب على أعلى مستوى، منتخب أوروبي بكل ما يحمله الكلمة، منتخب أوروبي. أمس لولا المخزون البدني ولولا الضغط النفسي للمباريات المتوالية، والمغرب قابلت منتخبات كبيرة جدا، كان ممكن تكسب فرنسا. فرنسا أمس لعبت إن أنا أغلب وأوصل للنهائي بأقل مجهود، لكن المغرب قدمت كورة ولا أروع. فرجاء، رجاء كل من يسمع هذه الحلقة يعمل لها شير. لازم صوتنا يوصل للمسؤولين عن كرة القدم في مصر. التجربة أمامنا، التجربة أمامنا، ندرس التجربة. لابد أن نعيد صياغة التجربة المغربية للكرة المصرية، علشان نقدر نعمل منتخب قوي يمثل منتخب مصر. 120 مليون منتخب مصر، لازم نوصل في يوم من الأيام بعد 4 سنوات أو 8 سنوات لهذا المستوى. المغرب كسرت كل الحدود، المغرب كسرت كل المخاوف. لما اجي لاعب الارجنتين، لما اجي لاعب فرنسا، لما اجي لاعب البرازيل، انا 11 لاعب وهم 11 لاعب، بس بالدراسة، بالعلم، بالتخطيط، مش بالكلام. كبسولة رياضية بتوجه هذا الكلام لكل اللي بيفهم في كرة القدم. نقطة أخيرة، وإن شاء الله بكمل الحلقة دي بإذن الله عن العميد، عن حسام حسن. راجعوا كل حلقاتي وهتعرفهم إن الحمد لله، الحمد لله لنا رؤية. طالبت بأن حسام حسن يفضل على رأس الإدارة الفنية في المصري البورسعيدي. جاء إيهاب جلال ومشى، جه طارق سليمان ومشى، ورجع العميد، وكل كلامنا اتحقق. لكن الموضوع لازم مشروع، لازم مشروع في كرة القدم للكرة البورسعيدية وللنادي المصري.
كل متابعي كبسولة رياضية شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.